風住徹。بيبدأ الأنمي بتاعنا مع بطلنا تورو وهو قاعد في مكان غريب بالنسبة له، بيلاقي بنت صغيرة بتكتب على الأرض، وبعد ما بتخلص اللي هي بتعمله بتقوم وبتجري ناحيته وبتقول له كلام غير مسموع، وفجأة بيلاقيها اختفت من المكان بعد ما رسمت الرموز الغريبة دي على الأرض، وبيظهر واحد من ظهره وبيضربه بالنار. في اللحظة دي بيصحى تورو من نومه عرقان بعد ما شاف الحلم المرعب ده، فبيفطر وهو بيسمع الأخبار المتداولة اليومين دول واللي بتتكلم عن حالات اختفاء للناس بشكل غريب بيسموه متلازمة الصحراء، ودي عبارة عن إنهم فجأة وبدون سابق إنذار بيتحول جسمهم بالكامل لرمل وبيتحللوا. بعدها بينطلق تورو عشان يروح مدرسته، وفي طريقه بيقابل زميلته كيوكا اللي معجبه بيه بس هو عامل مش واخد باله، وهنا بيلاقوا الطلبه والشرطه متجمعين وواضح كده ان في حاله اختفاء جديده حصلت. واول ما بيشوف تورو الرسمه اللي على الارض بيفتكر الحلم اللي هو شافه، فبتمسك ايده عشان تهديه وبيكملوا طريقهم للمدرسه. في اللحظه دي بنلاقي كيوما اخو كيوكا بيجري على تورو عشان يتخانق معاه، اصله بيغير على اخته قوي، ودي حاجه ما بقتش موجوده كتير اليومين دول، الا ان تورو بيمشي من المكان وبيكمل الطريق للمدرسه لوحده عشان مش ناقص وجع دماغ. وبيبدا اول درس مع المعلمه اولجا اللي بتقول لهم عن اليابان القديمه قبل ما تتفكك، وبتحكي لهم عن نظام تصنيف اسمه كي كي ماتريكس، والنظام ده بيصنف العضلات والقوه الجسديه، وبالطريقه دي بيقدر انه يحط كل واحد في مكانه الصحيح. بس الحقيقه هي ان لو رتبتك عاليه فده معناه ان عيلتك غنيه، وبما ان تورو طفل يتيم فهو في اقل رتبه، وهي الرتبه دي عشان هو فقير والدوله هي اللي بتصرف عليه. بعدها بيبدا صف اللياقه البدنيه وبنشوف تورو وهو بيهزم الطلبه ذوي التصنيف الاعلى، لكنه دلوقتي بقى اخر واحد، فبيهجم عليه كيوما عشان ينتقم منه بسبب تقربه من اخته. وبنشوف هنا كيوكا وهي بتهزم الطالبات واحده ورا التانيه وبتشق طريقها للفوز، وبعد ما هزمتهم كلهم بتهجم عليها شيزوني اللي بتحب اخوها كيوما، لكن في النهايه بيكون الفوز لصالح كيوكا وبتقول لها تاخد كيوما وتبعده عن طريقها. ودلوقتي جه وقت حسم نتيجه مباراه الشباب، وبيحاول تورو بكل قوته انه يهزم كيوما، لكن للاسف قوته الجسديه وسرعه رد فعله كانوا اكبر من انه يقدر يواجههم، وبكده بتكون الغلبه لصالح كيوما. وهنا بنشوف تورو وكيوكا في طريقهم للبيت بعد انتهاء اليوم الدراسي، وبتتاسف له كيوكا على اخوها عمله معاه لكنه متفهم هو بيعمل كده ليه. بعدها بيبدا يحكي لها عن الحلم اللي هو شافه، وفجأة بيقابل البنت اللي شافها في الحلم بتعمل نفس الكلام، ولما بتشوف الغربان اللي على سطح المبنى بتهرب من المكان، بس المرة دي هي قدرت توصل له الرسالة اللي عايزة توصلها له، وبيلاقيها بتطلب منه المساعدة، فبيروح وراها عشان يشوف ايه قصتها، وبيدخل لمكان محظور كله مباني متدمرة نتيجة الحرب في اليابان القديمة، ولما بيلاقي الغربان بتهاجمها بيجري عليها عشان يساعدها لكنها بتهرب منهم لحد ما بتوصل للجسر ده. وهنا بيحصل نفس اللي حصل في الحلم وبتقول له نفس الكلام الغير مسموع، وعشان كده هو متفاجئ من اللي بيحصل، وفجأة بينهار الجسر وبيقع تورو من عليه. وفي زمن تاني غير اللي كنا فيه بنشوف واحد بينشن على طفل اسمه ريمي وبيضرب عليه رصاصة لكنه بيقدر يصدها بقوته الخارقة، وبنشوف اتنين تانيين بيتواجهوا بالسيوف في الهواء وبتدور معارك مختلفة في كل أرجاء المدينة، لكن بيستوقف المعارك دي التشوه اللي بيحصل في الفضاء، وبيظهر تورو بشكل غريب في السماء، ومش لوحده اللي وصل للعالم ده، دي كيوكا هي كمان وصلت معاه، فبيستخبوا عشان يحاولوا يعرفوا هما فين، لكن المكان ما فيهوش شبكة عشان يتواصلوا مع حد يساعدهم. وفجأة بيحصل زلزال في المكان، فبيتحركوا عشان يستكشفوا المنطقة وبيلاقوا في طريقهم جثة لواحد لسه ميت، وفي اللحظة دي بيدركوا انهم في ساحة معركة، وان الزلازل اللي بتحصل في المكان دي عبارة عن انفجارات، وفجأة بيلاقوا حد بيهجم عليهم فبيهربوا منه، لكن كيوكا اتصابت في دراعها إصابة خفيفة وهي بتهرب منه، فبيبدأوا هما الاتنين يتعاملوا مع الموضوع كأنهم في صف اللياقة البدنية، وبيحصل تبادل للنيران بين الطرفين، لكن كيوكا مش معاها سلاح حقيقي، وعشان كده بيوصل بيها الحل للوضع اللي هي فيه ده. في اللحظة دي بيوصل تورو عشان ينقذها، وبيطلع الشخص اللي بيهاجمهم ده هو نفسه تورو لكن من عالم تاني، وعشان ما نتلخبطش هنتكلم عليه باسمه التاني كازاسومي اللي بينادوه بيه في العالم بتاعه. فبيهجم كازاسومي على تورو عشان يقتله لكنه بيقدر يتفادى الرصاصة بقدرته، وبيستمر تبادل اطلاق النيران لحد ما بيوصل ريمي عشان يساعد تورو، فبيضطر كازاسومي انه يهرب من المكان عشان يجتمع مع زمايله. وهنا بتشكر كيوكا ريمي على انقاذه ليهم، وبيكلم ريمي المشغلة اللي اسمها كومي عشان تنقلهم للمختبر بآلة الزمن. ولما بيفوق تورو بعد استخدام آلة الزمن بيلاقي روبوت اسمها اكسي بتشخص حالته وبترحب بيه، وبتاخده بعدها على غرفة الاجتماعات عشان يقابل براين المشرف على المختبر، واللي بيبدأ يحكي له على حقيقة اللي بيحصل معاهم، فبيقول له انهم بيقاتلوا انفسهم من عالم تاني عشان ينقذوا العالم بتاعهم. وبنلاقي هنا ان كيوما وشيزوني من ضمن المقاتلين في المختبر، والمعلمة اولجا هي كمان موجودة معاهم. وبيحكي براين عن ظاهرة التحلل المعروفة بمتلازمة الصحراء، ودي كان الناس بيتعاملوا معاها على انها اشاعة، لان مكتب المخابرات كان بيداري على الحوادث دي عن طريق انهم بيكونوا عارفين مين اللي هيتحلل والوقت
اللي هيتحلل فيه، وهم قدروا يوصلوا للمعلومات دي من حراس الوقت اللي بيظهروا على شكل غربان كانوا ظهروا قبل سنتين وحذروهم من نهاية العالم، وكانت ظاهرة التحلل دليل على كلامهم، والإظهار حسن النية منحوهم أسامي الناس اللي هتختفي والوقت اللي هيختفوا فيه، بالإضافة لتقنية من المستقبل هتساعدهم عشان ينقذوا العالم، والتقنية دي بيحصل عليها الفريق الفايز بعد كل معركة، ودي عبارة عن مكعب من الطاقة بيقدروا بيه إنهم يطوروا تقنياتهم. ومن ضمن الحاجات اللي قدروا يطوروها كانت آلة زمن بتأثر على الزمان والمكان، وبالشكل ده قدروا إنهم يرسلوا المقاتلين عشان يحاربوا أنفسهم في اليابان القديمة عام 2015. بس الغريب في الموضوع هو ازاي تورو وكيوكا قدروا انهم يوصلوا هناك من غير آلة زمن. سيبونا من التساؤل ده دلوقتي وتعالوا نشوف هم قدروا يطوروا ايه تاني. المكعب ده بيحتوي على طاقة الزمن، وباستخدامه على الأسلحة والدفاعات بيقدروا انهم يطوروا قوتهم القتالية. ومش هم بس اللي معاهم مكعبات طاقة، ده الفريق التاني هم كمان معاهم نفس الكلام، وعشان كده المواجهة بين الطرفين حتمية لان كل واحد منهم بيحاول ينقذ العالم بتاعه. وهنا بيدوهم شنطتين في كل واحدة فيهم سلاح ومكعب طاقة، وفتحهم للشنط هيبقى دليل على موافقتهم على الانضمام للحرب. بعد كده بنرجع للمدرسة وبنشوف أولجا وهي بتحاول تقنع تورو انه ينضم للحرب معاهم، فبتوري له مشهد لطفلة وهي بتتحلل في الوقت الحالي عشان يقتنع بخطورة الموقف، وبتظهر شيزوني في المكان عشان توقفها لان الطريقة اللي بتحاول تقنعه بيها دي غير آدمية، واللي بعتها عشان تعمل كده يبقى كيوما لانه متأكد جدا من قوة تورو، بس هو مش عايزه ينضم للحرب لانه لو عمل كده ساعتها اخته هتنضم معاه. وهنا بتصب له شاي بالنعناع وبتشكره على محاولته لإنقاذ كيوكا، وبتعرفه ان أولجا تبقى اختها الكبيرة، وبتقول له انها بتشارك في الحرب دي عشان تساعد كيوما. بعدها بيقابل كيوكا وبيتكلم معاها عن ابوه وامه اللي ماتوا وهو صغير، وبيقول لها قد ايه كان سعيد لما سمع عن آلة الزمن وافتكر انه هيقدر يشوفهم تاني، لكنه زعل بعدها لما عرف ان هم ما يقدروش يستخدموها غير للقتال. فبتساله كيوكا لو كان هيفتح الشنطة لكنه لسه مش عارف هيعمل ايه، فبيرجع للبيت وبيقعد يفكر مع نفسه في الكلام اللي سمعه لحد دلوقتي، وبعد تفكير عميق ومطول بيقرر انه يفتح الشنطة. فبيمسك المسدس وبيستخدم مكعب الطاقة عشان يطوره، وده كده هو الشكل النهائي للسلاح بعد التطوير. وسواء كان ده هو الاختيار الصائب او لا، فهو قرر انه هيبذل كل جهده عشان ينهي الحرب. بعدها بيقابل كيوما في طريقه للمختبر وبيعرض عليه يوصله بسيارته، وبيقول له ان سلطة شركة ملكيزيدك اللي مسيطرة على كل حاجة ما تقدرش توصل لمكانهم الحالي، وده طبعا من خلال عقد مع الشركة ثمنه غالي قوي. وبيسأله عن سبب انضمامه للمعركة وبيعرفوا ان كيوكا هي كمان فتحت الشنطة، فبيقول له تورو عن البنت اللي بيشوفها وانها بتطلب منه المساعدة، فبيوري له كيوما صورتها وبيقول له ان ليها يوم في كل مكان عشان يحمي اخته، لان عيلة كاتاجري اللي هم جزء منها ليها اعداء كتير. وفجأة بتظهر شيزوني في السيارة مش عارف منين الصراحة، وبتقول له ان عيلة ريندو اللي هي منها بتخدم عيلة كاتاجري الاجيال كحراس وجواسيس وقتلة زيها وزي أولجا كده. وبعد ما بيوصلوا للمختبر بيبدأ تورو يغير هدومه عشان يلبس بدلة القتال، وبتظهر كومي وبتقول له ان البدلة فيها جهاز اسمه جي سبليتر بيتحكم في الجاذبية، والجي سبليتر ده بيستمد طاقته من السلاح المطور بمكعب الطاقة. وهنا بيفتكر كلام كيوما في السيارة عن البنت اللي بيشوفها، ساعتها قال له انها شبح بيظهر في ساحات المعركة وشك ان ليها علاقة بحراس الوقت. وهنا بيقابل تورو شبيه الشخص اللي شافه ميت اول ما وصل لساحة القتال، فبيعرف نفسه بيقول له ان اسمه ارون وانه مرتزق، ولحد ما توصل تعليمات جديدة من حراس الوقت فتورو لازم يتدرب قبل المعركة القادمة. ومبدئيا كده الحرب يا اما تقتل يا اما تتقتل، يعني موضوع ان عدوهم شبههم ده المفروض ما يأثرش عليه خالص. وهنا بنشوف كيوكا بتتدرب مع ريمي في ساحة التدريب، لكنها بتنسحب اول ما بتلمح تورو عشان توري له الزي بتاعها، فبياخدوا وقت راحة وبتتأسف لريمي على اللي هي عملته، وبيرجعوا من تاني للتدريب، وبترجع كيوكا تتدرب مع ريمي وتورو بيتدرب مع شيزوني. وبالرغم من سرعته العالية وقوته البدنية اللي مش قليلة، الا انها بتقدر تهزمه بكل سهولة ومن غير اي مجهود يذكر. وبيحاول ريمي يختبرهم بقدرته على تحريك الاشياء، وللمرة التانية بيشوف تورو الدنيا بتتباطأ وبيتفادى الطوب اللي جاي ناحيتهم. في اللحظة دي بتتصل كومي عليه وبتقول له ان قدرته دي اسمها التوجيه للبعد الفضائي، ودي بتخليه يفهم الوضع المحيط ويتحكم في مكانه اثناء تدفق الوقت. يعني ببساطة كده عقله بيشتغل بسرعة جدا بتخليه يحلل الموقف اللي هو فيه. وهنا بنلاقي شيزوني بتهدد ريمي عشان ما يكررش اللي عمله ده مرة تانية. وحاجة كده في السريع لازم نعرفها، وهي ان ريمي ده حصل على قوته الخارقة من تجارب معملية حصلت عليه، وفجأة بيضرب جهاز الانذار لاعلان وصول موعد المعركة، فبيبداوا يجهزوا عشان ينتقلوا لساحة القتال، وبيقول لهم كيوما على التعليمات، وبتشتغل آلة الزمن وبتنقلهم لليابان في 2015 كالعادة. فبيبدأ تورو يقاتل نسخته التانية وبيستخدموا هما الاتنين قدراتهم ومش عارفين يصيبوا بعض، وبيبدأ كيوما من الطرفين هما كمان يقاتلوا بعض، وشيزوني وكيوكا بيتخانقوا سوا بعد ما كيوكا شتمت اخوها. وفجأة بيضطر تورو يهرب من المعركة عشان يدور على البنت الشبح بعد ما شاف حراس الوقت، فبيتواصل كيوما مع الباقيين وبيقول لهم يقابلوه، واول ما بيتقابلوا بيوصل لهم كازاسومي وبيقول لهم ان ما عندهمش اي فرصة يهزموه من غير تورو اللي في الوقت ده بينقذ البنت من حراس الوقت اللي بيهاجموها. فبتقول له ان الوقت قرب ينتهي وبتحذره ان المستقبل لسه ما اتحددش، وبتختفي من المكان. وهنا بيوصل ريمي وبيتكلم مع تورو عن حراس الوقت، وبما انهم
بيهاجموا البنت دي، فواضح كده ان هي كمان من المستقبل وشكلها كده عدوة ليهم. وفجأة بيظهر تحذير لتورو انه لازم يجتمع مع اعضاء فريقه في خلال ثواني، وده لانهم متحاصرين ومتفرقين عن بعض ومش عارفين يخرجوا من الموقف الصعب ده. واثناء ما تورو بيرجع لهم باقصى سرعة ليه عشان ينقذهم، بنلاقي كازاسومي بيحضر نفسه عشان يقتل كيوما، الا انه بمجرد ما بيطلق النار عليه بتقف شيزوني في وش السلاح وبتتلقى الضربة مكانه. في اللحظة دي بيفتكر كيوما وهم قاعدين سوا وبتصب له الشاي اللي بيحبه، وبيعتذر لها على المتاعب اللي بيسببها لها مع تورو وكيوكا، فبتطلب منه يكافئها وطلبها مش كبير ولا حاجة، هي بس عايزة تاخد ساعة من وقته بعد المعركة اللي هم فيها حاليا. وطبعا مش بيقدر يرفض طلب صغير زي ده مع كل اللي هي بتعمله عشانه. ونرجع تاني لساحة القتال ونشوف كيوما من العالم التاني وهو بيحاول يقتل كيوما بتاعنا، الا ان شيزوني بتظل تحميه لحد اخر نفس ليها في الحياة وبتنقذه للمرة التانية. وبيتم اعلان نهاية المعركة الحالية وبينتهي القتال لحد هنا بعد كل الخسائر اللي تلقاها الفريقين. فبيحزن فريقنا على رحيل شيزوني من كل قلبهم، وبيحزن الفريق التاني على رحيل كيوما بتاعهم، وبالاخص شيزوني اللي بتحبه قوي، وبيتوعد كازاسومي انه ينتقم منهم في المعركة القادمة. بعدها بيتلقى الفريقين جوائزهم من مكعبات الطاقة، وبتزور اولجا قبر اختها الصغيرة، وبيحاول كيوما انه ينفذ اتفاقه معاها احتراما وتقديرا لتضحيتها. وبتروح كيوكا لتورو عشان تواسيه انه بيلوم نفسه على اللي حصل، عشان لو ما كانش ساب المعركة وراح ورا حراس الوقت او على الاقل كان رجع بشكل اسرع، كان زمان شيزوني لسه عايشة وسطهم. وبعد فترة من الحزن بينطلق انذار بقدوم موعد المعركة التالية، والمرة دي مش هتبقى زي اي مرة لان في شرط للفوز في المعركة، والشرط هو انهم يعدوا من البوابة اللي في قمة البرج اللي في المكان ده، والفريق اللي هيوصل للبوابة الاول هياخد 5 اضعاف مكعبات الطاقة اللي بياخدوها في العادي. في الوقت ده بنلاقي تورو بيشوف بيانات كل واحد فيهم عشان يحلل قدراتهم، وفي النهاية بيقول لبراين ان هو انسب واحد يبقى في المقدمة عشان يعدي البوابة نظرا لسرعته العالية وقدرته على تحليل الموقف. وده مش اقتراح منه ولا حاجة، هم لازم يعملوا كده فعلا عشان هو الوحيد اللي هيقدر يواجه كازاسومي. وبعد اختبار كيوما ليه عشان يشوف ردة فعله بيوافق على كلامه. وهنا بنشوف اكسي بتدي كيوكا درع جديد كانت طالباه من المختبر، وبنشوف ارون مع براين بيتكلموا عن التغيير اللي حصل في شكل المعركة واللي بيتزامن مع وصول تورو لصفهم. وعشان كده من الواضح ان تورو في كلا الفريقين دورهم كبير قوي للفوز في الحرب. وهنا في طريقهم لساحة المعركة بيتكلم تورو مع كيوما عن اللي حصل في المعركة اللي فاتت مع البنت الشبح، وبما ان حراس الوقت بيهاجموها في كل مرة بتظهر لهم فيها فاكيد هم مخبيين حاجة مش عايزينهم يعرفوها. وهنا بيبدأ القتال بين الفريقين، وبيبدأ الفريق المساعد انه يأمن الطريق لتورو عشان يوصل للبوابة، واولجا وشيزوني من الطرفين بيهاجموا بعض وبيتصابوا الاتنين اصابات خطيرة، الا ان اولجا بيتم نقلها للمختبر باقصى سرعة عشان يلحقوها. وبنشوف هنا تورو وكازاسومي في مكان تاني خالص بيواجهوا بعض بكل قوتهم، وبيوصل كيوما عشان يساند تورو وبيهجم على كازاسومي عشان يعطله، لكن طلقاته دي مش بتفرق معاه خالص وبيكمل طريقه وبيستمر القتال بينه وبين تورو لحد ما بيوصلوا لقمة البرج، وبيتسابق الاتنين عشان يدخلوا البوابة، وبيوصلوا هما الاتنين مع بعض في نفس الوقت. في الوقت ده وبعد عبورهم للبوابة بتكون لسه المعركة مستمرة بين الطرفين، وكل فريق منهم بيهاجم التاني بكل قوته عشان يقضوا على بعض. ولما بيلاقي ريمي نفسه على وشك الموت بتظهر كيوكا عشان ترد له الجميل وبتنقذه زي ما انقذها قبل كده، وده كده هو الدرع الجديد اللي طلبته من المختبر. ساعتها بيضطر الفريق التاني ينسحب، لكن ريمي بيروح وراهم عشان يلحقهم، وبيهاجم البنت ام شعر اصفر لكنها بتقدر تواجهه وبتصد هجماته بكل سهولة لحد ما بتيجي اللحظة المناسبة، وبيقدر ريمي انه يخدعها بمجسمات من الطوب، وبيوقف حركتها عشان يقدر في النهاية انه يوقع المبنى اللي وراها ويقضي عليها. ودلوقتي جه الوقت اللي بيدخلوا فيه آلة الزمن عشان يرجعوا للمختبر، وبيضطروا انهم يتخلوا عن واحد منهم عشان يحمي ظهرهم. ونرجع لتورو وكازاسومي مرة تانية بعد ما عدوا البوابة، ونشوفهم وهم بيكملوا القتال بينهم وكل واحد منهم بيحاول يهزم التاني. وبنشوف هنا تورو وهو جايب اخره ومش قادر يضغط على الزناد اكتر من كده، لكن كازاسومي لسه عنده شوية طاقة وشكله كده هينهي القتال. وفجأة بيظهر حراس الوقت في صورة شيزوني عشان يقدروا يتواصلوا معاهم بشكل احسن، وبيمنحوهم جوائزهم من 5 اضعاف مكعبات الطاقة عشان عدوا البوابة في نفس اللحظة. فبيسأل تورو عن حقيقتهم اللي محدش يعرف عنها حاجة غير انهم جايين من المستقبل، فبيقولوا انهم جايين هنا عشان ينقذوهم، لان في المستقبل العالمين هيطوروا تقنية تمكنهم من السفر بين العوالم، وبالتالي فالتنقل بين العالمين هيبقى سهل جدا، ومع الوقت هتحصل حرب بينهم، وفي النهاية الحرب دي هتتسبب في دمار العالمين. ودي كده مشاهد من الحرب الكارثية اللي هتحصل في المستقبل واللي حراس الوقت بيحاولوا يمنعوها، وده لانها مش بتأثر على المستقبل بس، دي كمان بتأثر على الحاضر اللي هم عايشين فيه. وظاهرة التحلل اللي بتحصل في كل مكان في كلا العالمين ما هي الا تأثير سلبي ناتج عن الحرب، وسواء كانوا مصدقين ده او مش مصدقين فدي هي الحقيقة المرة اللي كانوا بيحاولوا يعرفوها. والحرب اللي بتحصل حاليا بين الفريقين هي الطريقة الوحيدة لمنع كل ده، لان افضل طريقة وصل لها حراس الوقت لانقاذ المستقبل هي تدمير احد العالمين قبل ما تحصل حرب بينهم، والفريق اللي هيفوز هو اللي عالمه هيكمل. طب ليه هم بيقاتلوا في اليابان عام 2015 بالتحديد؟ ببساطة كده لان الوقت والمكان دول هم افضل اختيار
اختيار من حراس الوقت عشان يبقى في عدل بين الفريقين، وفي النهايه الفريق الفايز هيكمل زي ما قلنا، وجايزتهم هتبقى مكعبات الطاقه والتقنيات اللي قدروا يطوروها خلال المعركه. لكن تورو مش موافق على كل ده، وبيقول ان المستقبل اللي هم جايين منه مش ضروري يبقى نفس مستقبلهم، الا ان كازاسومي شايف ان اللي بيقوله ده سذاجه وبيطور سلاحه عشان يخلص منه. ساعتها بيتدخل حراس الوقت وبينهوا القتال لان المعركه الحاليه انتهت بتعادل الفريقين، ودلوقتي جه الوقت اللي يجربوا فيه حاجه جديده، وبيبعتوا كل واحد منهم لعالم التاني. فبتقابل كيوكا من العالم التاني تورو وبتوجه سلاحها ناحيته لكنها بترفض تقتله، والاطفال هنا مش عارفين ان ده واحد تاني غير اللي هم يعرفوه، عشان كده مستغربين من لبسه ومن قصه شعره، وهو بيتعامل معاهم عادي كانه كازاسومي عشان ما يقلقوش. بعدها بيروحوا على المخبأ بتاعهم وبتاخد كيوكا دش في السريع وبيسالها هي ليه ما قتلتوش وقت ما شافته، فبتقول له انهم حاليا مش في معركه وهي مش بتحب القتال اصلا، وغير كده فهي حابه تتكلم معاه شويه. وهنا بيمشوا عشان يتكلموا مع بعض ويشوف تورو العالم اللي هم عايشين فيه، بس قبل ما يمشوا بتقول كيوكا للاطفال يخلوا بالهم من شيزوني، وطول ما هم مع بعض بتحس كيوكا انها مع كازاسومي فعلا بسبب شخصياتهم المتماثله في غالبيه الامور، فبتبدا تعرفه على عالمها وبتقول له على الحرب والكوارث اللي تسببت في الدمار ده كله، وبتقول له ان الناس بعدها اتجمعوا مع بعض وكونوا مجموعات عشان يقدروا يكملوا حياتهم، والمخبأ اللي هم عايشين فيه ده عباره عن ملجأ للايتام، وكلهم فيه بيساعدوا بعض في الزراعه والصيد عشان ياكلوا. ولما بتيجي سيره كيوما اللي هو اخوها اللي مات بتقول له بلاش نتكلم في الماضي عشان كان كله جراح، فبيتاسف لها على اللي حصل وبيكملوا طريقهم. وهنا بيوصلوا للشجره اللي شاف تحتها البنت من حلمه، بس المكان هنا مختلف حبتين. في الوقت ده بنلاقي المختبر في العالم الاول بيدوروا على تورو لكنهم مش لاقيين له اي اثر لا في العالم ده ولا في اليابان عام 2015، وبنشوف كازاسومي هو بيحاول يتسلل من غير ما حد يشوفه عشان يتعرف على المكان وبيحاول يعرف شويه معلومات من النظام، فبتظهر له البنت الشبح وبتقول له ما يصدقش حراس الوقت، بس هو في الحقيقه لا واثق فيها ولا فيهم. وهنا بنلاقيه خلاص قدر يخترق النظام وبيشوف فيه معلومات عن ريمي وانه هيتحلل قريب قوي. ونرجع تاني لتورو وكيوكا ونشوفهم عند قبر ريمي لان شكله كده كان قريب من كازاسومي في العالم ده، فبتقول له فعلا انهم كانوا قريبين من بعض كانهم اخوات، لكن للاسف المرض قدر يتمكن منه بسبب جسمه الضعيف. ودي كانت اللحظه اللي بطل يضحك فيها كازاسومي. الحياه كانت صعبه معاهم والدكاتره والادويه والاكل كانوا قليلين، لكن من ساعه ما بدات المعركه بين العالمين وبداوا يتحصلوا على مكعبات الطاقه الامور بقت اسهل بالنسبه لهم. ومع ذلك كازاسومي لسه بيلوم نفسه وزعلان بسبب اللي حصل مع ريمي، وحتى اسم كيوكا لما بيناديها بتحس انه صعب ينطقه كانه بيتألم. فبيقول لها تورو احساسه اتجاه كيوكا اللي في العالم بتاعه، ورغم انها بتحاول دايما تبقى جنبه وبتزعله ساعات الا انه كان سعيد بكل لحظه معاها، فبيمسك ايدها وبيشكرها على كل اللي هي عملته معاه ومع كازاسومي لحد دلوقتي، وبيتمنى انها تفضل دايما جنبه لحد النهايه. فبتقول له ان الكلام ده المفروض يقوله لكيوكا التانيه مش ليها. وفجاه بيوصلوا اتصال من كومي وبتقول له انها قدرت تحدد مكانه وهتنقله للمختبر حالا، فبيقول لها انه لسه محتاج شويه وقت لكن الاتصال غير مستقر والله اعلم هتقدر توصل له تاني ولا لا، وعشان كده بتقول له كيوكا ياخد سلاحه ويرجع للعالم بتاعه، ودي كده هتبقى اخر مره يتكلموا فيها بوديه لان المره الجايه اللي هيشوفوا بعض فيها هيبقوا اعداء. في الوقت ده بتتقابل كيوكا من عالم تورو مع كازاسومي، وبيظهر تورو في المكان قدامه وبيلاقي رصاصه متجهه ناحيته لكنه بيقدر يعكسها برصاصه من سلاحه، بس للاسف جت في كيوكا، فبيهرب كازاسومي وبيدخل آلة الزمن عشان ينتقل لليابان عام 2015، وريمي بيكسر الباب وبيدخل وراه عشان ينتقم منه، وبيحاول ريمي بكل قوته انه يهزمه لدرجه ان الحال بيوصل بانه يستهلك مكعب طاقه جوه جسمه عشان يبقى اقوى، وبيرجع من تاني يهجم عليه وعلى زمايله اللي جم يساعدوه، وفي لحظه ضعف منه بيبدا يفقد السيطره على قوه مكعب الطاقه وبيتحول جسمه بالكامل لكتله من الرمال. ساعتها بيظهر حراس الوقت وبيقولوا ان ده جزء من خطتهم لانقاذ العالم. واول ما تورو بيدخل في العاصفه الرمليه بيبدا يشوف حلم ليه وهو صغير، بيشوف حلم ليه مع ابوه وامه اللي ماتوا في حادثه عربيه، بس الغريب هنا انهم بيدوله سلاحه اللي بيستخدمه في المعركه. ساعتها بيدرك ان اللي بيشوفه ده وهم وانهم ليسوا حقيقيين، وبيهرب منهم عشان يبعد عن كل ده لحد ما بيقابل كيوكا، فبيسالها عن جرحها لكن واضح جدا انها مش كيوكا الحقيقيه لكنها بتقرب له عشان تهديه. وساعتها بيجي في باله كلام البنت الشبح انه لازم ما يثقش في حراس الوقت، فبيحاول يمشي من المكان لكنها بتوقفه وبتحاول تمنعه، وفجاه بيبدا شكلها يتغير وبتاخد اشكال تانية عشان تحاول تقنعه، لكنه بيخاف منها وبيهرب من المكان بسرعه عشان يرجع للعالم بتاعه، بس في النهايه بتقدر توصل له وبترجع تتكلم معاه، فبتوري له مستقبله بكذا طريقه واللي في النهايه بينتهي بالموت، وبتقدر مع الوقت تهديه وبيرجع من تاني كانه طفل صغير. لكن بتحصل حاجه غريبه وهو بيرسم بتبوظ لها خطتها، وهي انه بيشوف الرموز اللي البنت الشبح رسمتها قبل كده في الحلم وتحت الشجره، واول ما بيلمس الرموز دي بتظهر البنت قدامه، فبتاخده المكان تاني عشان يقدروا يتكلموا بعيد عن حراس الوقت، وبتفكروا باللي حصل معاه لما ريمي اتحلل، وبتقول له ان اللي حصل مع ريمي ده هو اللي هيحصل لهم كلهم عشان ده هو مستقبلهم. وعشان يفهم كويس الكلام اللي هي بتقوله لازم يشوف بنفسه القصه من البدايه، فبتقول له ان في يوم من الايام ظهر قدامهم جسم غريب من الفضاء، الجسم ده كان بيحتوي على طاقه الزمن، ومع الوقت قدروا انهم يصنعوا منه كميات كبيره، ومع تطور التكنولوجيا قدروا انهم يخترعوا آلة زمن وصلتهم لعالم تاني
تاني شبيه بالعالم بتاعهم. وساعتها بدأت الحرب اللي حراس الوقت اتكلموا عنها، فبدأوا يطوروا أسلحتهم عشان يقدروا يواجهوا العالم التاني اللي اكتشفوه. إلا إن السلاح مهما بلغت قوته لو وقع منك خلاص الموضوع انتهى، وعشان كده قدروا إنهم يوصلوا للسلاح المطلق اللي محدش يقدر يتغلب عليه. ودي هي حقيقة ظاهرة التحلل المعروفة بمتلازمة الصحراء، والقوة دي بيسموها النهاية المسدودة أو الديد إند. لكن اللي اكتشفوه بعد كده هو إنهم ما يقدروش يتحكموا في القوة دي، وإن هي اللي بتتحكم فيهم. وفي النهاية كانت القوة دي هي السبب في دمار العالم وفناء البشرية. وحراس الوقت هم عبارة عن اتحاد أرواح الناس اللي ابتلعتهم الديد إند وسيطرت عليهم، وهم بيحاولوا يقضوا على أي أثر للبشرية في كلا العالمين. وعشان كده هي بتحاول بكل قوتها إنها تمنعهم عن طريق إنها طلبت المساعدة من تورو وكازاسومي. وفجأة بيظهر حراس الوقت في المكان وبيدعوا إنهم بيعملوا كده عشان ينقذوا العالم، وبيقولوا إن البشر اللي بيتحولوا لرمل مش بيموتوا وإنهم بيبقوا جزء منهم. وبما إن الفضاء الغريب اللي هم فيه ده من صنع البنت الشبح، فهي بتقدر بقوتها إنها تخرج حراس الوقت منه. والكلام الغير مسموع اللي كانت بتحاول تقوله له في البداية هو إنهم ما يستخدموش مكعبات الطاقة اللي بياخدوها من حراس الوقت، وده لأن ساعتها هيبقوا لعبة في ايدهم وهيوصل بيهم الحال زي ما حصل مع ريمي، ولأن المستقبل بتاع حراس الوقت مرتبط بالمكعبات دي. بس في ناس معينة عندهم قدرات خاصة يقدروا إنهم يغيروا المستقبل ده، والناس اللي هي تقصدهم دول يبقوا تورو وكازاسومي. وهنا بيظهر حراس الوقت من تاني وبيحاولوا يشككوا في الكلام اللي هي قالته، لكنه موافقها ومصدق كلامها. وفي النهاية قبل ما تختفي بتقول له إنهم هيتقابلوا تاني في مستقبله. ودلوقتي تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل مع العاصفة الرملية اللي ريمي تسبب فيها، واللي عرفنا من شوية إن اسمها الديد إند. فبنشوف فريق كازاسومي هم بيستعدوا عشان يوقفوها وبيبداوا يهجموا عليها بالصواريخ، لكن مفيش فايدة ولا قلت ولا حتى اتأثرت. فبيهجم الديد إند على جوناثان من فريق كازاسومي وبيتصاب إصابة مميتة، وجوناثان من فريق تورو واقف مش قادر يتحرك. فبيبدأ راكاندو يهجم على الديد إند عشان يوفر لهم شوية وقت، لكن برضه مفيش فايدة. وهنا بيخرج تورو من قلب العاصفة وبيبدأ يحكي لهم على كل اللي بيحصل، بيحكي لهم عن الديد إند وحراس الوقت والبنت الشبح، وبيقول لهم على كل حاجة. لكن كيوما شايف ان كل اللي بيقوله ده وهم بسبب العاصفة الرملية اللي كان جواها، وان العاصفة دي سلاح من صنع الفريق التاني. ساعتها بيتدخل راكاندو من الفريقين وبيوقفوهم وبيقولوا انهم ما ينفعش يقاتلوا بعض في ظل كل اللي بيحصل ده. فبيبعتوا بيانات مكعب الطاقة اللي عرفها تورو لبراين في المختبر عشان يعرف سره. وبنعرف هنا من كومي ان اكسي جواها بيانات ابو ريمي عشان تبقى بديل ليه. في الوقت ده بنشوف ريمي محاط بحاجز من الرمال جوه الديد اند وبيطلب المساعدة وهو مش في وعيه. وبتتصل كيوكا بتورو عشان تطمن عليه وتطمنه عليها، وبيوعدها تورو انه هينقذ ريمي وينقذ العالم. وبنشوف هنا براين وهو بيكلم حد غريب وشكله كده بيخطط لحاجة شريرة. وتاني يوم بيجتمع اعضاء الفريقين عشان يلاقوا حل في اللي بيحصل ده. وبيقول جوناثان ان المكان والزمان اللي هم فيهم دول مش بيتأثروا بالقتالات اللي بينهم، لكن في حال لو حصلت حاجة تأثر على محور الزمن فسكان العصر ده اللي بيظهروا على شكل صور وهمية هيموتوا، وده بدوره هيأثر على التسلسل الزمني وهيأثر على المستقبل اللي هم جايين منه، وفي الغالب هيختفي. وده هو هدف حراس الوقت الرئيسي، وده الغرض من تحويل ريمي لديد اند. وبما ان ريمي هو نواة الديد اند فلو فصلوه عنها هتتدمر. فبيقترح تورو انهم يستخدموا مكعبات الطاقة اللي في اسلحته عشان ينفذوا الخطة. ساعتها بيقول كازاسومي ان تورو هو اللي هينقذ ريمي. في الوقت ده وفي مكان مش بعيد عنهم بنشوف حاجة غريبة قوي. بنشوف حراس الوقت بيتكلموا مع البنت الشبح وبيقولوا ان تدخلها هيساعدهم، وده لانها حلفتهم قبل اي حاجة. وهنا بيدي كيوما لتورو سكينة شيزوني وبيقول له انها تميمة حماية عشان تساعده. وريمي هنا بيصارع الذكريات وبيطلب المساعدة بعلو صوته. فبتظهر اكسي في خياله وبتقول له ان هي وكيوكا جنبه وبتطمنه ان كل اللي حواليه بيحاولوا يساعدوه. فبيبدأ القتال بين الفريقين المتحالفين ضد اشباه اكسي اللي صنعتهم الديد اند. لكن زي ما قلنا قبل كده الديد اند دي هي السلاح المطلق اللي محدش يقدر يهزمه، وعشان كده الخسائر بتبقى من طرف واحد. ساعتها بتتدخل اكسي وبتدخل جوه الديد اند عشان تنقذ ريمي بنفسها، وبتحرر مفتاح الامان وبتطلق كل طاقتها، بتضحي بنفسها عشان تساعده وبتودعه. ساعتها بيدخل تورو وبيهجم على نواة العاصفة اللي اتكشفت وبيحرر ريمي من سيطرة الديد اند. فبيظهر حراس الوقت وبيقولوا انهم فشلوا في التجربة اللي بيحاولوا يجربوها، لكنهم قدروا انهم يأثروا على كلا العالمين بانهم عرفوهم ازاي يقدروا يسافروا ما بينهم، وده من خلال البيانات اللي بعتها تورو للمختبر. وبالطريقة دي هيصنعوا ديد اند بنفسهم قريب قوي، وساعتها ما حدش هيقدر يوقفها، وبكده هيبقوا فتحوا بنفسهم باب الشر اللي هيدمرهم ويمحي وجودهم من العالم. وبعد ما بيختفي حراس الوقت بيظهر مكعب طاقة عملاق في وسط ساحة المعركة، وبيتواصل معاهم المختبر وبيجبروهم على العودة بأقصى سرعة. بس المفاجأة هي ان براين بيأمر الحراس انهم يعتقلوا تورو ويحطوه في السجن. وفي اللحظة دي بيظهر براين من العالم التاني وبنعرف ان هو الغريب اللي كان بيكلمه من شوية، وهم قدروا يتواصلوا مع بعض كنتيجة للي حراس الوقت عملوه، بانهم يعني نقلوا تورو للعالم التاني ونقلوا كازاسومي للعالم ده. وبيقولوا ان بيانات مكعب الطاقة اللي هو بعتها للمختبر عشان يحللوها طلعت هي المفتاح اللي هيغير كل حاجة ويساعدهم في تنفيذ خطتهم. لكن للاسف هتبقى في عقبة صغيرة في طريقهم للسعي نحو التطور ولازم يخلصوا منها، والعقبة دي ببساطة هي تورو وفريقه وكازاسومي وفريقه اللي بيقدروا انهم يسافروا عبر الزمن، وبالاخص كيوما اللي عنده من القوة والنفوذ
نفوذ ما يمكنهم من الوقوف في طريقهم ومنعهم، وعشان كده قبضوا عليه هو كمان عشان ما يقفش في طريقهم، وبيبتزوا تورو عشان يقف في صفهم مقابل انهم مش هيأذوا كيوما. وفجأة بتشغل كومي نظام الاطفاء وبتلغي حاجز الطاقة اللي بيمنع تورو، فبيهرب تورو من المكان عشان ينقذ اصدقائه، وبيرجع براين التاني لعالمه قبل ما امن المختبر يوصلوا. وهنا بيوصل تورو لكومي في مكان ما في المختبر بعد ما هزم بتوع الامن، فبتقول له ان براين بيعمل كل ده عشان عايز يسيب اثر في العالم، وفضوله للعلم ورغبته في التطور مسيطرين على تفكيره ومخليينه ما يسمعش لحد، لكنه للاسف ما يعرفش ان كل اللي بيعمله ده هيتسبب في خلق الديد اند، وعشان كده لازم كلهم يقفوا ضده قبل ما يتسبب في تدمير العالم. فبيبدا تورو يتحرك بعد ما يقدروا انهم يخترقوا الكاميرات عشان ما يظهرش عليها، وبراين بيراقب اصدقائه عشان متاكد انه هيحاول يساعدهم. وفجاه بيكتشف ان الكاميرا اللي بتصور ليوشا متثبته لان مستوى المحلول ما اتغيرش، فبيتصل بالامن وبيقول لهم يعالجوا مشكله الكاميرات، وبيأمرهم انهم يقبضوا عليهم احياء او اموات. وبيدخل في حاله من الغضب لان الحال ممكن يوصل بيه انه يقتلهم وهو ما كانش عايز كده. في الوقت ده بتتواصل ليوشا مع تورو وبتقول له ان براين اكتشف ان الكاميرات متعطله، وبتقول له ان الوضع من هنا ورايح هيبقى اصعب عليه عشان هيبقى لوحده، وبيدخل عليها بتوع الامن وبيخلصوا منها باوامر من براين. لكنها قبل ما تموت قدرت تخرج ارون وكيوما من الحبس، وتواصلت مع اولجا هي كمان وخرجتها عشان يتعاونوا مع بعض. فبتروح لمخزن الاسلحه وبتاخد منه اسلحه الشباب عشان توديها لهم. ولما بيوصل تورو لغرفه كيوكا بيلاقيها بتقاتل 3 من الحرس وبتهزمهم بسهوله، لكنها اول ما بتفقد طاقتها بتلاقي تورو في ظهرها عشان يسندها، فبتشكره عشان جه ينقذها وبتقول له انها سعيده جدا بكل اللي بيعمله عشانها. وطبعا حراس الوقت متابعين كل اللي بيحصل، لكنهم مطمنين ان خطتهم ماشيه زي ما هم عايزين، لان في النهايه اللي براين بيحاول يعمله هيتسبب في الديد اند قبل ميعادها بفتره طويله، وكل ده طبعا مش هيحصل من غير مكعبات الطاقه اللي بيمدوهم بيها. وهنا بنشوف تورو وكيوكا وهم بيحاولوا يهربوا من المختبر من غير ما حد يشوفهم، واول ما بيخرجوا من المكان بيلاقوا اولجا في انتظارهم، فبتاخدهم على سيف هاوس خاص بيها زي اي قاتل مأجور، وبتبدا تجهز الاسلحه اللي هيحتاجوها في حربهم ضد حراس الوقت. لكن هل كيوكا هتقدر تشاركهم في الحرب دي؟ واضح كده انها تعبانه جدا ولسه ما خفتش من جرح الرصاصه، فبياخدها تورو عشان ترتاح في السرير وبيفضل جنبها عشان يخلي باله منها. واول ما بيروح في النوم بيبدا يحلم بذكريات البنت الشبح، فبيشوفها في شكلها وسنها الحقيقيين في المختبر اللي كانت شغاله فيه، وبيشوف قد ايه كانوا متطورين في عصرها وازاي بدأ الطريق لصناعه الديد اند. لكن هي كان كل غرضها انها تساعد الناس اللي محتاجين مساعده بالعلم، وكل ده زي ما احنا عارفين باستخدام مكعبات الطاقه، لحد ما في يوم اكتشفت ان ابحاثها وشغلها بيتم استخدامها لاغراض عسكريه، ودي كانت بدايه النهايه للعالم اللي هي عايشه فيه. كل العالم اتحول لديد اند فيما عدا قله من البشر بيصارعوا من اجل البقاء، وفي محنه زي دي بيكون الامل الوحيد للبشريه هي الدكتوره العبقريه اللي كانت ابحاثها سبب في كل ده، وقدرت بطريقه ما انها ترجع بالزمن في وقت المعركه بين فريق تورو وكازاسومي، وبدات تظهر لتورو وكازاسومي عشان تطلب منهم المساعده. لكن اللي هي ما كانتش تعرفه هو ان حراس الوقت هم اللي كانوا بيوجهوها، وده السبب اللي خلاهم يقولوا انها بتساعدهم في خطتهم. ودلوقتي بعد ما صحيوا من النوم بينطلقوا في طريقهم عشان يقابلوا الباقيين، فبيقابلوهم في مخبأ مهجور تابع لشركه ملكيزيدك. وبعد ما بيفرحوا بتجمعهم وكل واحد بيعبر عن سعادته بيظهر كيوما، واول ما بيقرب لاخته عشان يحضنها بتقوم لسعاه بالالم. بعدها بيبداوا يتناقشوا في الوضع اللي هم فيه، لان دلوقتي بقى عندهم عدوين مش عدو واحد. من ناحيه لازم يهزموا حراس الوقت ويحموا المستقبل، ومن ناحيه تانية لازم يوقفوا براين ويدمروا آلة الزمن. وبعد الاجتماع بنلاقي كومي واولجا بيحضروا نفسهم عشان يتوجهوا للمختبر، وبيروح تورو مع كيوكا المكان رائع تحت الارض من صنع شركه ملكيزيدك. المكان كل حاجه فيه مصنوعه باتقان كانها حقيقيه، وبيقعدوا يتكلموا شويه عن حياتهم في المدرسه وعلاقتهم هما الاثنين، وبيقربوا من بعض اكتر من الاول، وبيتاسف لها على الرصاصه اللي صابتها بسببه وبيوعدها انه هيحميها بعد كده. وهنا وهم بيتمشوا بتساله عن العالم التاني، فبيقول لها على الدمار اللي شافه والحياه اللي الفريق التاني عايشها، ومع ذلك كل واحد منهم بيعمل اللي عليه عشان يعيشوا بشكل كويس. فبتشجعه وتحمسه على القتال، وبتقول له ان بايدهم يغيروا مستقبل العالمين. فبيقرب لها وبيشكرها على كل اللي هي بتعمله عشانه، وبيعترف لها بحبه وبيقول لها تفضل دايما جنبه مهما حصل. لكن سيبونا بقى من الرومانسيه دي وتعالوا نروح للمختبر عشان كومي واولجا مش ناويين على خير. بيحاول براين يتصرف لكن اولجا مش بتديله فرصه انه يعمل حاجه، ومن كتر ما هي محترفه وبسبب الصدمه اللي جسمه متعرض لها بيفضل يتكلم ومش واخد باله انها قتلته. وبكده يكونوا عملوا اللي عليهم ودمروا المختبر الموجود في العالم بتاعهم. وفي الناحيه التانيه بنلاقي كازاسومي هو كمان عمل اللي عليه وخلص على براين من العالم بتاعه. وزي ما شفنا من شويه في العلاقه بين تورو وكيوكا هي نفسها في العالمين. وهنا بنلاقي ريمي بيشوف الكلام اللي البنت الشبح كانت كاتباه، وبيحس فعلا بنفس الطاقه الموجوده في آلة الزمن ومكعب الطاقه. والمفاجاه اللي بتقولها كومي هي ان الكلام ده يبقى نص المعادله اللي اتبنى على اساسها السفر عبر الزمن. وفجاه بيتحول الكلام لبوابه عشان تنقلهم لساحه المعركه، وبعد ما بيدخلوا كلهم للبوابه بينضرب تورو على ايد كيوما وبيقول له انه لازم يثبت له انه يستحق يكون مع كيوكا. في الوقت ده بنلاقي الفريق التاني بيستعدوا هم كمان عشان ينتقلوا لساحه المعركه، لكنهم مش بيفكروا في اي تعاون مع تورو وفريقه، لانهم شايفين ان مكعب الطاقه العملاق اللي في نص المدينه كنز ولازم يتحصل
بيحصلوا عليه قبل اي حد. وبيفضل كازاسومي يهجم على تورو ومش عايز يسمع له، وبيقول له انه هيتخلص من اي حاجه واي حد يقف في طريقه. وارون هنا بيحاول يهرب من الاتنين اللي بيحاولوا يقتلوه، ما هو 2 على 1 مش رجوله برضه. ومع الوقت بيقدر تورو يتكلم مع كازاسومي وبيحاول يوصل له انه مش عايز يعاديه، وبيقول له ان القتال اللي بينهم ده ماشي وفقا لخطه حراس الوقت، وده معناه ان لو فريق من الاتنين فاز بالمعركه مش هتبقى دي هي النهايه السعيده اللي بيتمنوها. لكن برضه كازاسومي مش عايز يصدقه، ومع ذلك بيتردد في قتله. وفجاه بتظهر اضواء غريبه في المدينه عشان تكون قبه زمنيه وبيتفعل نطاق زمني جواها، والنطاق ده هو اللي هيقدر يفعل المكعب عشان يستفيدوا من طاقته. ودي هي الخطه اللي تورو وفريقه حطوها عشان يواجهوا حراس الوقت. لكن للاسف مكعبات الطاقه اللي بيستخدموها في خطتهم مش كفايه ومحتاجين مساعده كازاسومي وفريقه. وعشان يطمن كازاسومي بيقول له تورو ان فريقه هو اللي هيتحكم في مكعبات الطاقه، ودي كده تبقى صفقه مش وحشه لفريق كازاسومي. لكن في حاله بقى لو قرر انه يستمر في المواجهه هيضطر تورو وفريقه انهم يقتلوهم عشان ينفذوا الخطه، وده عكس اللي هم عايزينه تماما. فبيوافق كازاسومي على مساعدتهم في خطتهم، وبيقول كمان انه مش عايز يتحكم في قوه المكعبات. فبيبدا الفريقين يتعاونوا مع بعض وبيقدروا انهم يفتحوا بوابه زمن للمستقبل. ومع ان تورو وكازاسومي بس هم اللي قدروا يعدوا منها، الا ان ده اكتر من كافي عشان تنجح الخطه. لكن فجاه وعكس ما كانوا متوقعين بيلاقوا عاصفه رمليه متجهه ناحيتهم وبيدخلوا جواها. وزي ما حصل قبل كده بيظهر حراس الوقت من تاني عشان يقنعوه بالتراجع عن اللي بيحاول يعمله، الا انه بيحاول بكل قوته انه ما يسمعش لكلامهم عشان ما يخسرش قدامهم. فبيروحوا لكازاسومي وبيضغطوا عليه بالذكريات القديمه المؤلمه اللي عاشها، وبيظهروا له اكتر حد اثر فيه بموته عشان يكسروه ويفكروه انه ما قدرش يحمي حد من اللي حواليه، لكنه مش ناوي يكرر اخطاء الماضي اللي حصلت بسبب ضعفه. وبيقدر في النهايه انه يخلص من سيطرتهم على عقله، وبيرجع من تاني يتقابل مع تورو. فبيبداوا يهاجموا الديد اند اشباه اكسي اللي ماليين المكان، وبيشق تورو طريقه لحراس الوقت عشان يواجههم. وطبعا كيوكا من الفريقين مؤمنين بيهم وبقوتهم على انقاذ العالمين بتوعهم من الدمار وحمايه المستقبل. وبتقدر كومي انها تحدد الزمن الفعلي اللي بيتواجد فيه حراس الوقت، وبيساعدهم جوناثان من ناحيته، وبيقدروا انهم يتدخلوا في مجرى الزمن الخاص بيهم. ودلوقتي هيقدر تورو وكازاسومي بهجماتهم انهم يأثروا فيهم. لكن الموضوع مش سهل خالص على تورو، وبيتعرض لاصابات خطيره. فبيلجأ لمحاوله اخيره منه عشان يقضي عليهم، لكن للاسف قوته لوحده مش كفايه عشان يهزمهم. وبيقولوا له ان خطته فشلت في اخر لحظه بعد ما كان على وشك ينجح. فهل دي هي النهايه فعلا ولا في حاجه هتحصل؟ اكيد يعني مش دي النهايه، عشان تورو مش بيواجههم لوحده، لان بعد هزيمه جيش الديد اند بقوه مكعب الطاقه العملاق بيوصل كازاسومي للمكان وبيساعده، وبيدمجوا هما الاثنين قوتهم في هجمه واحده مطلقه بتمكنهم في النهايه من هزيمه حراس الوقت. وبمجرد اختفائهم بتظهر البنت الشبح وبتشكرهم على مساعدتهم، وبيرجعوا هما الاثنين من تاني لساحه المعركه. وهنا بيقول كازاسومي ان ده وقت استئناف المعركه اللي بينهم لتحديد الفائز، لانه شايف انه لو اتحكم في قوه مكعب الطاقه بنفسه هيقدر انه يمنع خلق الديد اند. وعشان كده بيقرر تورو انه يمنعه، لان بالشكل ده هيكون تعبهم كله راح على الفاضي بسبب واحد الغضب والكره عاميينه ومخلينه مش سامع غير نفسه. فبيهجموا على بعض باقصى طاقتهم، وكل واحد منهم بيحاول يهزم التاني. وبينط كازاسومي في الهواء وبيضرب رصاصتين على تورو، لكنه بيقدر بقدرته يغير اتجاههم، ومع ذلك بتصيبه واحده منهم. فبيجهزوا هما الاثنين عشان ينهوا القتال، وبيهجموا على بعض باسلحتهم المطوره، وبينهي كازاسومي الامر بقوته المهوله. لكن لحسن الحظ قدر تورو انه يهرب من المكان قبل ما يموت على ايده. وهنا بنشوف اولجا من عالم كازاسومي وهي بتحاول تقتل ريمي، لكنه طبعا خد باله منها ومستعد يواجهها. واولجا من فريق تورو هي كمان عايزه تنضم للمواجهه، وكومي من العالمين متوترين ومش عارفين يعملوا ايه في الوضع ده. ساعتها بيتكلم موندو وبيصرخ باعلى صوته في ساحه المعركه، وبيطلب من الفريقين يوقفوا القتال، لان المعركه في وقت زي ده ملهاش هدف يستحق انها تكمل عشانه. فبينزل ارون سلاحه وبيوقف قتاله مع ريو، وبتنزل اولجا سلاحها اللي كانت موجهاه ناحيه موندو. وبيتفقوا جميعا ان نتيجه المعركه اللي هيحسمها هما تورو وكازاسومي، ما عدا طبعا كيوكا من الفريقين عشان بيحبوهم. وهنا بنشوف تورو بعد ما هرب من هجوم كازاسومي المميت وهو بيواجهه للمره الثانيه، وبيحاول يتكلم معاه عشان يوقف اللي بيعمله ده، لكن مفيش فايده. بيفضل كازاسومي يهجم عليه بنيه القتل عشان يهزمه. ودلوقتي بعد زوال كل الحواجز اللي بينهم بنشوفهم واقفين بيواجهوا بعض بالكلام، وكل واحد منهم بيحاول يقنع التاني بوجهه نظره. ورغم ان تورو على حقه بيفكر فعلا في انقاذ العالمين، الا ان حاله الدمار والفار اللي بيواجهها عالم كازاسومي مخليينه يسعى للقوه من اجل التطور. في الوقت ده بنشوف كيوكا من الفريقين بيواجهوا بعض في طريقهم لمساعده تورو وكازاسومي، اللي بتوصل المعركه بينهم لمرحله متقدمه جدا، والاتنين متصابين اصابات خطيره. وفي اللحظه الحاسمه اللي بيقرر فيها كازاسومي انه ينهي القتال، بتظهر كيوكا من الفريقين ورا تورو، ومش بيقدر كازاسومي انه يوقف الهجوم. لكن كيوكا من فريق تورو قدرت انها تنقذهم باستخدام الدرع الخاص بيها. وفي ظل كل اللي بيحصل بيترجاها كازاسومي انها تقتل تورو، لكنها مش بتقدر تنفذ كلامه وبتحاول تساعده عشان توقف النزيف اللي في كل جسمه. ورغم ان كازاسومي هو اللي قتل شيزوني، الا ان تورو مش عايز يقتله ورافض يستمر في القتال. وعشان ينهي الموضوع للابد بيوجه سلاحه للسماء وبيدمر مكعب الطاقه اللي كازاسومي بيحاول يتحصل عليه. وبالطريقه دي قدر انه يفصل مسار الزمن اللي بيربط العالمين ببعض. وبتتغطى ساحه المعركه بالكامل بالرمال عشان تعلن
وتعلن نهاية المعركة ويرجع كل واحد للعالم بتاعه. فبتمسك ماتسوريكا في جوناثان عشان بتحبه وكويس ان محدش منهم مات. وقبل ما يختفي كازاسومي ويرجع للعالم بتاعه بيقول لتورو يحمي كيوكا، لكن قبل ما يرجع تورو للعالم بتاعه بيقابل البنت الشبح في مكان ما بين الماضي والمستقبل، فبتقول له انه قدر يمنع الديد اند ويحمي مستقبلها، وبتشكره على مجهوداته وبتتاسف له على الخسائر اللي تعرضوا لها، وبتتاسف له برضه انه ما قدرش يستخدم آلة الزمن عشان يرجع للماضي ويشوف والديه. لكن بعد كل اللي هو مر بيه ده ادرك ان الذكريات مهمه لكل واحد عشان يكمل طريقه نحو مستقبله، فبيشكرها على كل حاجه عملتها عشان تساعدهم، وبتقول له انهم هيتقابلوا تاني في المستقبل. ولما بيسالها عن اسمها اللي ما نعرفوش لحد دلوقتي بتطلع هي نفسها مش فاكراه، وعشان كده بتطلب منه يختار لها اسم على مزاجه. فبيختار اول حرفين من كلمه ميراي اللي معناها المستقبل وبيسميها ميكي، وبيودعوا بعض عشان يروح كل واحد منهم للزمن بتاعه. وبيرجع تورو لحياته المدرسيه الطبيعيه مع كيوكا وغيرهم من الطلبه، وكيوما طبعا اللي بيحاول يضربه كل ما يشوفه ماشي مع اخته. وبالليل وهم راجعين من المدرسه بيتفاجئ بيها بتقول له يتجوزها، وفوق كل ده بتقول له يستحوذ على شركات عيلتها ويبعد كيوما من الصوره، وكمان يتواصل مع كومي واولجا وارون عشان يوسع نفوذه وسيطرته. ومع الوقت هيقدر انه يسيطر على العالم ويحكم بالطريقه اللي هو عايزها. البت دي شكلها اتجننت بس تفكيرها ده هو اللي مخليه يحبها، وبكده يكون كل واحد منهم رجع لحياته الطبيعيه، سواء كانوا قتله ولا مرتزقه ولا حتى علماء، فكل واحد منهم اكيد سعيد بحياته اللي هو اختار يعيشها. وبيمر الزمن وبيكبروا في السن لحد ما بيتحقق الحلم اللي شافه تورو في البدايه، وبتطلع ميكي اللي كانت سبب في بدايه كل حاجه حصلت في الانمي تبقى حفيدته، والحلم اللي هو كان بيشوفه في البدايه ما هو الا ذكرى من حياتها وبتنتهي الحكايه. اتمنى تكونوا استمتعتم بطريقتي في سرد الاحداث بتاعه الانمي، وان شاء الله ما كنتش زهقتكم او حسستكم باي ملل. فلو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو دعما ليا وتقديرا للمجهود المبذول في التلخيص، واللي مش مشترك يا ريت يعني تشترك وتفعل الجرس لو حابب تشوف ملخصات تانية. وبكده يكون خلص فيديو النهارده يا ابطال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.